السلام عليكم يا أصحابي. النهاردة احنا قاعدين قاعدة حلوة جدا 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 مع مصطفى. ازيك يا مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ تمام. الطماطماية، الفلفلاية، وفارس والخياراية والبدنجلاية وسلمى. النهاردة هنحكي قصة جميلة، بس كل واحد فينا يحكي قصة. تعال نشوف نبدأ بمين. لا، نقول نختار بقى: حادي بادي كرنب زبادي شالوا حطوا كله على دي. الطماطماية اللي هتبدأ. يلا يا طماطماية جميلة، ابدأ احكي لي القصة. لمين؟ لمصطفى وفارس وسلمى واصحابك كمان. انا هحكي لكم قصة جميلة جدا جدا جدا. انا اول مرة انزل عند كوكب الارض بتاعكم، بس انا كنت اعرف ان انتوا بتحبوا بكار ورشيدة. بكار كان عنده معزة صغيرة اسمها رشيدة. رشيدة كانت معزة جميلة جدا، وكان بكار بيحبها. بكار كان مع عمه عثمان في السوق، فهو بيقول له: يا بكار، كيفك يا بكار؟ انت عامل ايه؟ يقول له: انا الحمد لله يا عمي عثمان. انت عامل ايه؟ يقول له: انا كويس يا بكار. وانت عامل ايه؟ يقول له: انا كويس يا عم عثمان. انت هنا في السوق بتعمل ايه يا عم عثمان؟ انا يا بكار بشتري حاجات كتير وببيعها في السوق. وانت رشيدة عاملة ايه يا بكار؟ رشيدة جميلة والله، الحمد لله يا عم عثمان. وبعدين بكار كان عمال يتكلم مع عمه عثمان. مرة واحدة فضل يدور على رشيدة مش لاقيها. يا رشيدة، يا رشيدة، انت رحت فين يا رشيدة؟ انت رحت فين يا رشيدة؟ فضل يدور عليها ملقاش. فضل بكار يعيط: يا رشيدة يا رشيدة، لحد ما جه صاحب بكار يدور معاه: مالك يا بكار؟ مش لاقي رشيدة، انا مش لاقي رشيدة. فضل بكار يجري 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 ومش لاقي رشيدة. ومرة واحدة شاف عربية فيها الحرامي اللي هو اسمه ايه؟ اسمه مشرط الحرامي. راكب عربية وواخد رشيدة عم راكبة ورا العربية، في العربية من ورا، وعمال يجري بالعربية. ورشيدة زعق، عمالة تعيط تعيط كتير، تقول له: الحقني يا بكار، الحقني يا بكار. جري بكار خالص وراح اتصل بالبوليس وقال له: ما تخافش يا بكار، احنا هنجيب لك رشيدة، ما تخافش خالص، هنجيبها لك، ما تزعلش يا بكار. قال له: حاضر يا حضرة الضابط، خلاص أنا مش هزعل. حضرة الضابط راح جاب العربية، البوكس اللي هو كان راكبها، وراح حط بكار معاه وركبه معاه، وراح فضل يجري ورا ايه؟ ورا الحرامي مشرط. وفضل يجري ورا بعضيهم، الحرامي يجري والضابط يجري وراه، ورشيدة عمالة تعيط في العربية ورا، وبكار خايف على رشيدة خالص خالص. لحد ما الضابط البوليس راح خبط مين؟ العربية من ورا. رشيدة نطت وراحت وقعت على الأرض. وفضل الضابط بقى وقف ايه؟ الحرامي مشرط، وراح قال له: يا حرامي، انت مشرط الحرامي اللي بيسرق الاثارات وبيسرق كل حاجه، احنا هنقبض عليك ومش هنسيبك وهنسجنك. وراح بكار جرى على رشيده وخدها وقال لها: ازيك يا رشيده؟ انت وحشتيني قوي يا رشيده، انت كان مشرط الحرامي هياخدك. فاضل بكار يفرح جدا وشكر حضرة الضابط وقال له: شكرا 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 ان انت رجعت لي رشيده. وكان فرحان جدا 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 ان رشيدة رجعت له. حلوة ولا بنتوتة يا ولاد؟ ممتاز. يلا الدور الجاي على مين؟ على مين؟ سلمى. سلمى عليها الدور. سلومة حبيبتي، يلا ممكن تحكي لي بقى القصة؟ ايه مالك يا بلنجانية؟ خليها تعلي صوتها شوية. حاضر ازيكم يا حاضر. اصحابي؟ النهارده هحكي. كان في فرخه عندها عشه كبيره كده وفيها بيض ورقد عليه. راح بقى الثعلب لبس اللبس الحاجه العجوزه وراح للفرخه وقال لها: ممكن تديني فرخة بيضة؟ قال لها: ماشي. راحت دخلت العشة، راح الذئب بقى ضحك عليها وخد منها كتكوت، وراحت هي يا جابت حرام يا حرام، خد كتكوت صغير. ودخلت هي العشة وجابت بيضة واديتها لها. قالت لها: خدي يا حاجة يا عجوزة. راحت بقى مشيت الحاجة العجوزة وخبى الكتكوت ده في العشة بتاعته. تاني يوم
الحاجة بتعيط جدا جدا الفرخة، كان ناقص منها كتكوت صغير. راح بقى تاني يوم جاء الحاجة العجوزة، راحت قالت لها يا فرخة يا فرخة ممكن تديني بيضة تاني؟ راحت قالت لها الفرخة مش انت جيتي امبارح؟ قال لها عشان الدكتور قال لي كلي بيض كتير عشان هي تعبانة واشربي باللبن. راحت بقى ضحك عليها الثعلب. ضحكت على الفرخة؟ ضحك، وراح بقى خطف كتكوت، وراح هي دخلت العشة جابت بيضة، فراح هي جات قال لها خدي يا حاجة يا عجوزة. راح بقى خباها في العشة، راحت عمالة تعيط. راح ما جاب لها الديك، راح قال لها انتي بتعيطي ليه يا فرخة؟ قال لها عشان كان في حاجة بتجيلي النهاردة اديتها بيضة، فراح مشيت فما لقيتش كتكوت، جت تاني مرة خدت مني بيضة ما لقيتش الكتكوت. قال لها ايه الديك؟ قال لها بكرة لو جالك تاني انا هستخبى ورا الباب واشوف مين الحاجة العجوزة دي. راح تاني يوم جات الحاجة العجوزة، الديك قال لها انتي جيتي تاني الفرخة؟ فقال لها الفرخة قالت لها انت جيتي تاني؟ الديك بقى كان مستخبي ورا الباب. راح بقى جه تاني الحاجة، ده شاف بقى الديك اللي هو الثعلب. راح بقى قالت لها يا عجو يا حاج يا فرخة اديني بيضة. قالت له الفرخة مش انت جيت تاني امبارح؟ قالت لها ايوه. راحت جابت له بيضة، دخل والثعلب ده خد كتكوت تاني ودخلت جابت له بيضة وقال لها خد يا حاجة. راح بقى مشي الحاجة، الديك بقى طلع من ورا الباب. قال لها بقى الفرخة قال لها انت عارفة مين ده؟ انت عارفة مين؟ طلع مين بقى؟ الثعلب. اوبا، ثعلب المكار كان لابس لبس الست العجوزة؟ راح بقى جمعوا الحيوانات كلها وعملوا حفرة في الأرض، وجمعوا الحيوانات كلها وكل الحيوانات مسكت عصاية وغطت الحفرة الكبيرة دي ببتاع ملاية كبيرة. راح بقى الثعلب جه كان مرة وقع في الحفرة، عمالين يضربوه محد ما طلعه من الغابة دي وقفلوا عليه الباب. اوبا، ضربوه. جميلة جدا 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 والله، جميلة 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 جميلة. فروسة انت اللي عليك الدور، قولي لنا كده حدوتة صغيرة خالص كده، أي حدوتة كده جميلة جدا كده، أي حدوتة صغيرة. الأرنب والأسد. اوبا، أرنب وأسد؟ ده قصة حلوة جدا، احكي لنا كده. المكان وسعد يا كرام ورحلة الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في زمان أرنب وأسد كانوا صاحبين بعضهم. كانوا صحاب؟ كانوا يروحوا يلعبوا وياكلوا مع بعضيهم كل حاجة؟ ويشربوا. في يوم من الأيام الأسد جاء وملقاش أكل، راح فضل يلف وشرب مية كتير ومستحملش كده. مستحملش الجوع، كان عايز ياكل. يا الله. والأرنب جاله وقال له مالك يا أسد أنت زعلان ليه؟ قال له علشان أنا جعان عايز آكل. الله، الأسد كان جعان عايز ياكل فبيشتكي الأرنب عشان الأرنب صاحبه. ما تاكل جزر أحسن. قال الأسد أنا أصلا مش باكل جزر، أنا باكل بس لحمة وفراخ. صح والله فعلا، الأسد بياكل لحمة وفراخ فعلا، ما بياكلش جزر. وفضل الأرنب بقى يدور على جاموسة كده عشان يصاحبه. واصطادها ووداها للأسد. حلو جدا. وكان ساعده. والأرنب بقى دور على الأكل بقى وكان. تمام كده، حلو. وشربوا مية شوية ولعبوا لحد جه بالليل. لحد ما جه بالليل. وناموا وصحوا الصبح وقال للأسد أنا جعان. الأسد قال له تاني أنا جعان؟ راح بقى جاب له أكل وشبع ولعبوا شوية وقال تاني أنا جعان. كده هو كل شوية الأسد يجوع؟ بس هو جعان كده. بياكل لحمة بس. وفي يوم من الأيام الأرنب بقى ما لقاش أكل. الأسد كده ما لقاش أكل. وكمان ما كان جعان، كان بيحلف كده بقى على الأرنب. إيه ده؟ كان عايز ياكل أرنب؟ يا لهوي، صاحبه؟ بس هو استغرب كده الأرنب. الأرنب كان زعلان. قال الأسد أنت ليه يا أسد بتبص لي كده؟ الله، كان بيبص له؟ عايز ياكله؟ قال له أنا عايز أكلك. بقى يجري، راح بقى الأرنب يجري اتنطط وكمان بقى ركب على الحمار. اتنطط تاني
فضل يبعد عايز يجري عنه عشان يجري منه عشان ما ياكلوش. وركب بقى الحصان، راح بقى يجري ويتنطط يا الله. ويطلع تحت الشجر يا ويطلع الله. وكمان بقى لحد ما الحيوانات وقفوا الاسد بقى. وقفوا الاسد. قال له مش كده عيب يا اسد تاكل الارنب؟ صاحبك صح. صح كده، الحيوانات قالوا له كده صح كده، هياكل صاحبه. والاسد اعتذر للارنب وقال له انا اسف يعني خلاص. اه. قال له خلاص انت صاحبي مش هاكلك. اه. والله قصه جميله جدا 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 جميله. وعاشوا سعاده ومتاع. الله ونبات جميل جدا جدا جدا. والله قصه جميله. خلصت الحدوته كده خلاص. حلوه يا بنتوته. والله جميله جدا جدا. انت مطمئن. شكرا يا فارس انت وسلمى الجميل على القصه الجميله جدا جدا. شكرا يا سلمى. شكرا 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 يا مصطفى يا جميل جدا جدا جدا. مصطفى اللي هيقول بقى